لما تيجي تلاعب بايرن ميونخ في الاليانز ارينا، مهما كان مستواك الفني شكله عامل ازاي، ومهما كان المستوى الفني بتاع بايرن ميونخ نفسه عامل ازاي، فهي بكل تاكيد مباراه صعبه جدا. فما بالك بقى في بدايه موسم بايرن ميونخ مفير فيها بشكل كبير جدا، عامل صفقات في اماكن كان محتاج فيها صفقات من فتره طويله، ومعاه مدرب محترم جدا جدا جدا، بل ممكن اقول عليه اندر ريتد. للاسف النتيجه هزيمه مش احلى حاجه. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده، والنهارده رجعنا نتكلم تاني على تشيلسي بشكل اخص في مباريات الشامبيونز ليج. انا هبقى دايما ماتشات تشيلسي هعمل لها حلقه مخصوصه، بالذات الماتشات الكبيره. يعني النهارده بنتكلم على ماتش تشيلسي وبايرن، الاسبوع اللي جاي في البريمير ليج هنلاعب مانشستر يونايتد، فبرضه اكيد هعمل عنها حلقه، لكن مش هتبقى عشان تبقوا فاهمين بس، مش هيبقى بعد كل ماتش لتشيلسي بنطلع نتكلم على تشيلسي. هختار الماتشات الكبيره، وغير كده عايزين نوع في الحلقات زي ما انتم شفتوا الفتره الاخيره دي، بنتكلم شويه على مانشستر يونايتد، شويه على ليفربول، وهكذا. وان شاء الله شغال على حلقه لارسنال، لان عارف من شويه من جمهور ارسنال بيتابعني وكانوا طلبوا مني ان انا اعمل عنهم حلقه، فدي حاجه في الفرن يعني وشغالين عليها ان شاء الله. ما علينا، انا دلوقتي عمال افكر انا ازاي ممكن ابدا اتكلم عن الماتش. انا بصور بعد الماتش على طول، فانا يمكن اكون عاطفي نوعا ما، متضايق بكل تاكيد، ولكن في نفس الوقت انا حاسس احنا ماشيين على الطريق الصحيح. بس عمال افكر كده في دماغي ازاي اقدر ان انا اعمل الحلقه دي بطريقه ان هي تبقى مفهومه للجميع، سواء حد اتفرج على الماتش او لا. فالحاجه المنطقيه اللي بتيجي في بالي على طول هو تعالى ناخدها واحده واحده. تعالى نتكلم من الشوط الاول وتشكيله الفرقتين، والفرقتين سيبك من على الورق بيلعبوا ازاي، ولكن في ارض الملعب كان ايه اللي بيحصل. تشيلسي بدا بتشكيله 4-2-3-1 اللي هي على الورق احنا متعودين عليها. ريس جيمس، يمكن المختلف اللي ما حصلش من ساعه ما الدوري بدا هو فكره ان ريس جيمس وكايسيدو يكون هما الاثنين في نص الملعب، وجوستو هو الباك رايت. اخر مره الكلام ده حصل، او تقريبا المره الوحيده اللي الكلام ده حصل فيها، او التشكيله كان شكلها عامل كده، كان ماتش بي اس جي في نهائي كاس العالم للانديه اللي حصل في الصيف. من ساعتها او حتى من قبليها الكلام ده ما بيحصلش، او ما بنلعبش بالطريقه دي. فعلى قد ما انا بحب التشكيله دي جدا، وطبعا شفنا فيها سيطره كبيره جدا على ماتش بي اس جي، لكن على قد ما انا عندي معاها مشكله ان انت ما بتطبقهاش كتير، ما بتلعبش بيها كتير، فانت بالتالي اللعيبه بتاعتك مش متعودين عليها. ظبطت قدام بي اس جي لانها كانت مفاجاه للناس كلها، بس دلوقتي حتى لو انت فاجئت بيها البايرن ما كانش متوقع ان انت هتلعب بيها، بس اول ما شافك ان انت حاطط التشكيله دي هو خلاص عرف ان انت هتلعب بنفس الطريقه اللي انت كنت بتلعب بيها قدام بي اس جي. فكره ان جوستو هو اللي فتح ناحيه اليمين ورميه على الليفت باك، بحيث ان هو يا اما ما يعرفش يقدم، يا اما لو سيبت ورا فانت دايما سايبه واحد على واحد مع جوستو، وبالمر بيميل برده معاه، فبيعملوا تكتل على الليفت باك. فكل ده بايرن ميونخ خلاص عرفوا. لكن بالرغم من ده انا شايف برضو ان تشيلسي كان شكله كويس في الشوط الاول. ليه بقى كان شكله كويس في الشوط الاول؟ لان ريس جيمس كان فايق، كان كويس جدا، كان قادر يجري، كان قادر يلعب. بس هنجي لها كمان شويه لما نيجي نتكلم على الشوط الثاني. بس ما علينا، يعني خليك حافظها زي ما احنا بنتكلم في كل الماتشات اللي احنا بنتكلم فيها في التاكتكس. اي فرقه في العالم عايزه تحط اكتر لعيبه ممكنه في نص الملعب، وفي نفس الوقت تكون عامله ستريتش الملعب، فلازم يكونوا في اثنين فاتحين الجناب. في حاله تشيلسي مين اللي كانوا فاتحين الجناب النهارده؟ بيدرو نيتو ناحيه الشمال، وجوستو ناحيه اليمين. بالمر ميال جنب جوستو، اللي هو يعتبر كده نص ملعب متقدم ميال ناحيه اليمين. مين اللي ميال ناحيه الشمال مع بيدرو نيتو؟ انزو فرنانديز. اتنين وراهم ريس جيمس وكايسيدو. تقريبا معظم الوقت يعني ريس جيمس بيحاول يروح يضغط على كيميتش او يضغط على اي حد في نص الملعب، وهنتكلم على بايرن كمان شويه، وكايسيدو بيقف وراه. اما الثلاثه اللي واقفين ورا كسنتر باكس بيساعدوك في البيلد اب بتاعك هو كوكوريا ناحيه الشمال، توسن في النص، وتشالوباو ناحيه اليمين. وطبعا السترايكر بتاعك هو خواو بيدرو، دي متفقين عليها. على الجانب الثاني بقى بايرن ميونخ بدا بشكل عامل ازاي؟ بايرن ميونخ على الورق برضو 4-2-3-1. لايمر المفروض ان هو باك يمين، اوبامكانو، تانيزيتش اللي هو الباك الشمال، كيميتش وبافلوفيتش الاثنين في نص الملعب، ناحيه اليمين اوليسي، ناحيه الشمال دياز، ما بينهم جنابري وسترايكر هاري كين. لكن لما كانت الكوره بتبقى مع بايرن ميونخ اللي كان بيحصل ان تعالى مثلا نتخيل ان الكوره مع اوبامكانو، الباك اليمين اللي هو ليمر بيدخل نص الملعب، بس بيدخل نص الملعب قدام كيميتش شويه، يعني برده متطرف ناحيه اليمين، واللي متطرف ناحيه الشمال شويه هو بافلوفيتش، وكيميتش هو السي دي ام او هو رقم 6 اللي في ما بينهم في النص بس ساقط شويه. ومين اللي قدامه بشويه كده بيسقط برده معاه؟ جنابري، او الحقيقه يعني شويه جنابري وشويه هاري كين، بيقعدوا يبدلوا مع بعض. فبالتالي بيبقى شكل الفريق وهو مع الكوره، اوبامكانو مع الكوره مايل شويه ناحيه اليمين، في النص ناحيه الشمال ستانزيتش، فانت كده بتلعب برده بثلاث سنتر باكس، وقدامهم زي الشيب بتاع الدايموند، كيميتش، ليمر، بافلوفيتش، قدامهم جنابري او هاري كين، واللي فاتحين الجناب تاني زي ما احنا قلنا دايما بيبقى في حد فاتح الجناب، دياز واوليسي. تشيلسي كان عارف ان ده هيحصل بنسبه كبيره، ان دايما واحد من جنابري او هاري كين هيسقط. فكان زي ما تقول كده في اول 10 20 دقيقه او نص ساعه كمان في تعليمات ان لو جنابري سقط، عشان ما يبقاش الاربعه في نص الملعب دول عاملين تكتل او عاملين زياده عدديه على لعيبه تشيلسي اللي هو في نص ملعبهم. بقى بتلعب مين انت على الجانب الثاني؟ انت بتلعبهم بانزو وكايسيدو وريس جيمس، فانت عندك ثلاثه. لو بايرن ميونخ بقى بيقابلك باربعه لان هاري كين او جنابري واحد فيهم بيسقط برده ويساعد نص الملعب، فانت كده عندك مشكله، لان انت الثلاثه اللي قدام اللي هم المفروض خواو بيدرو
نيتو، بيدرو نيتو وبالمر بيحاولوا يضغطوا على الثلاثه سنتر باكس بتوع بايرن ميونخ. فلما الكلام ده كان بيحصل ويقول لحد فيهم ان هاري كين او جنابري هو اللي يسقط يساعد نص الملعب، فتوسن كان ماسك كين مان تو مان، لو كين سقط توسن بيروح معاه حتى لغايه نص ملعبه، ولو جنابري هو اللي سقط تشالاباو بيسقط وهو اللي بيساعده. لكن هنا عملت ازمه كبيره جدا. كومباني كان عارف ان تشيلسي هيعمل كده وان تشيلسي عارف ان هو هيعمل كده، فكومباني بيرد على ماريسكا وبيقول له مش انت لو حد فيهم نزل هتخلي سنتر باك تاني ينزل معاه؟ طب انا هنزلهم هما الاثنين. فبقى فترات طويله قوي في الماتش نص الملعب بتاع بايرن متحكم، لان هاري كين وجنابري بينزلوا يساعدوا الثلاثي بتاع نص الملعب اساسا بتاع بايرن ميونخ. ولو انت اتجرأت ونزلت مع الاثنين دول توسن وتشالابا تعمل ازمه كبيره جدا، لان انت كده الاثنين الباقيين ورا عندك هم جوستو وجوكوريا واحد على واحد مع اوليسي ودياز، والاثنين دول اساسا اوليسي ودياز واحد على واحد ممكن يعدوا من اي حد. مش دايما هيعدوا لان انت برضو المدافعين بتوعك يعني مش ملط، لكن بتحطهم في موقف واحد على واحد دايما محتاجين كرة واحده بس يعدوا فيها. فتشيلسي طبعا اول ما شاف الكلام ده قال لك لا مش هينفع خلاص، يعني لو واحد بس ينزل توسن او تشالابا وفي اوقات تانية كتير خلاص هنسيبهم ما نعملش الكلام ده. وبقينا ناخر شويه الضغط، يعني ازاي بقى هنساعد لعيبه نص الملعب بتوعنا دول؟ بالمر ما تضغطش قوي على السنتر باك، حاول تساعد لعيبه نص الملعب اكتر. نفس الكلام لبيدرو نيتو، خواو بيدرو برده بقى يتاخر اكتر، فما بقتش عامل الهاي بريس اللي انت كنت بادئ بيه الماتش، ما كنتش خانقهم لما يجوا يعملوا ضربه المرمى مع مانويل نوير، بقيت تتراجع فهم بيطلعوا بالكوره بشكل اسهل، وبالتالي قدروا ان هم يسهلوا الامور على نفسهم. الجون الاولاني مهاره فرديه من اوليسي، للاسف كان ماسكه خواو بيدرو، اعتقد لو كان كوكوريا هو اللي في الناحيه دي ما كانش هيعدي بالسهوله دي، بس برده مايكل اوليسي يعني خطير جدا ولعيب عالمي يا جماعه، فمهاره فرديه والكره دخلت وخلاص. الجون الثاني والثالث انا عندي معاهم مشاكل، لان انا شايف ان انت اخطاء فرديه، يعني مش اخطاء واقفه بتاعت اللعيبه او اخطاء مارسكا تكتيكيه، رغم ان انا بقول لك ان كومباني تفوق عليه في الحته دي، بس الجون الثاني والثالث بشكل اخص هي اخطاء فرديه فعلا. فالجون الثاني كايسيدو بيعمل فاول غريب جدا على هاري كين جوه منطقه الجزاء، مش مستاهله تعمل معاه كده. احيانا برضو بحس ان كايسيدو لعيب خرافي وكل حاجه، بس احيانا بيعمل فاولات ملهاش اي 30 لازمه، فما بالك كمان لما تكون جوه منطقه الجزاء المفروض تبقى حريص اكتر من كده. بس ما علينا، اجواء صعبه واللعيبه مش متعوده تلعب في الشامبيونز ليج، فحاجه جديده عليهم، برضو هنتلمس لهم شويه عذر. في الجون الثالث برضو جوستو مش عارف يستلم الكوره بشكل كويس، طولت عليه راح يلحقها بيرجعها ورا، طبعا راحت لهاري كين وسجلها جون. فلو حد بيتفرج على الهايلايتس وشاف الاجوان بس هيقول لك يعني اخطاء فرديه بسيطه جدا خلاص، يعني تشيلسي خسر بالحظ او بايرن ميونخ عرف ان هو يستغل الفرص اللي جات له. لكن الحقيقه وللامانه خصوصا بقى في الشوط الثاني كان في تفوق كبير جدا 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 لبايرن ميونخ. يعني لو قلنا ان الجون الثاني والثالث، الجون الثاني طبعا كان في الشوط الاول، الجون الثالث كان في الشوط الثاني، لكن لو قلنا ان الجونين دول ما كانوش المفروض يدخلوا لو كانت اللعيبه مفوقه شويه، لكن برضو على الجانب الثاني في جوان ثانيه كتير من اوبن بلاي بقى وسيستم تاكتكس حلو جدا بايرن ميونخ، سانشيز انقذك فيهم. طب ليه رغم ان انت برضو في الشوط الاول كنت عندك حرب تكتيكيه ما بين ماريسكا وكومباني، بس برضو كنت قادر تجاريهم بشكل كبير، والشوط الاول قدرت تخلصه بشكل كويس وخسران 2-1 بس تقدر ترجع في النتيجه والفريق كان شكله مفوق؟ ايه اللي خلاك في الشوط الثاني تبان بالضعف ده، بحته ان انت لو لعبت 3 سنين قدام مش هترجع في الماتش؟ اقول لك بكل بساطه للاسف ان انت بيدرو نيتو وريس جيمس تعبوا مش قادرين. بيدرو نيتو تعب حقه، الراجل بيلعب 90 دقيقه تقريبا كل ماتشات او على الاقل 75 دقيقه كل ماتشات، فتعب مفيش مشكله، وعنده ادوار راجل هجوميا بيجري في سبرنتات في كاونتر اتاكس، بيرجع يدافع عشان يساعد كوكوريا، يعني عامل مجهود غير طبيعي. مشكلتي الاكبر هنا بقى مع ريس جيمس ما بيلعبش كل ماتش اساسي، ريس جيمس مفيش ماتش بيلعبه 90 دقيقه. انا لسه دلوقتي ببص ريس جيمس يا جماعه عنده 25 سنه، يعني في ديسمبر هيتم 26 سنه، صغير قوي 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 على ان هو ما يقدرش يلعب فوق 60 دقيقه، بعد 60 دقيقه بيشحر خلاص مش قادر. دي مشكله كبيره جدا هو لازم يعالجها. انا مش عارف برضو للامانه، مش عايز اظلمه، مش عارف لو كثره الاصابات اللي حصلت له في بدايه الكارير بتاعه اثرت عليه بالمنظر ده، ولا هو مثلا مش ملتزم قوي بدنيا. انا مش عايز اظلمه ما اعرفش، بس اللي انا شايفه قدامي ده لعيب لو انا المدرب بتاع تشيلسي مش هلاعبه فعلا 90 دقيقه. واللي بيضايقني ان هو بنشوف الفرق ما بين ريس جيمس وهو قادر يلعب عن لو هو مش قادر يلعب. لما بيكون قادر يلعب زي مثلا في الشوط الاولاني بتحس بينك وبين نفسك لا ده لازم يلعب طول الوقت، لازم يكون اساسي طول الوقت، سواء بقى بيلعب سنتر باك ثالث في السيستم اللي ورا، سواء منطلق كرايت باك فاتح، بس ده ما بقتش يحصل كتير، ده اكتر وهو صغير، سواء بيلعب في نص الملعب. لما بيكون مفوق وقادر يلعب وقادر يجري بتبان قيمته الحقيقيه، فبتحس انت كواحد بيشجع تشيلسي كمدرب كاي حاجه ده لازم يكون في الملعب طول الوقت. ولكن بتتفاجئ مثلا دايما في الشوط الثاني او بعد ما يكمل 45 60 دقيقه لعيب تاني خالص مش قادر، فترجع تسال نفسك طب انزل حد تاني، طب
ممكن مثلا وقع دلوقتي شويه بس هيرجع تاني نستفيد منه، ما تبقاش عارف. دي ازمه كبيره جدا. المهم يعني لما الاثنين دول تعبوا، ريس جيمس تعب ما بقاش قادر يشيل نص الملعب مع كايسيدو. طبعا احنا بنشوف البريمير ليج كايسيدو شايل نص الملعب بشكل كبير جدا، ولكن وانت بتلعب بايرن ميونخ واحد بتلعب لعيبه زي كيميتش وستانزيتش وبافلوفيتش، ولو حد فيهم تعب بيقوم منزل لك جوريتسكا. كايسيدو برضو يعني مش تنين، يعني هيحتاج شويه مساعده. على الجانب الثاني برضو بيدرو نيتو لما تعب الناحيه اليمين دي مع مايكل اوليسي عاش على كوكوريا بقى، يعني خلاص بقى واحد على واحد طول الماتش. ما انت برضو حتى كايسيدو في نص الملعب مش قادر يساعده كتير، لان كايسيدو المفروض ان هو يراقب لعيبه في نص الملعب. لو ساب اللعيبه دي لريس جيمس وراح هو يغطي مع مايكل اوليسي، ريس جيمس مش قادر يغطي، بقى عندك 2 لعيبه في الملعب مش موجودين. مش عايز اطول قوي عليكم الفيديو ده، بس انا حاسس رغم كل النيجاتيفز او رغم كل الكلام السلبي اللي انا عمال اتكلم عليه النهارده، ما زلت شايف ان احنا سكواد وفريق افضل من السنه اللي فاتت، في تقدم بشكل كبير. حتى لو لا قدر الله ده معناه ان احنا مش هنطول قوي في الشامبيونز ليج، مش هنكمل لمكان بعيد. انا اعتقد ان احنا هنتاهل ان شاء الله، حتى لو ما تاهلناش من اول 8 بس هنتاهل وهنلعب دور 16، يعني هنخلص الملحق ونلعب دور 16. بس حتى لو طلعت بره دور 16 برده ما اقدرش اقول لك ان ده موسم جيد في الشامبيونز ليج. انا ممكن ابدا اتكلم معاك ان انا راضي جدا ومبسوط بعد دور 8. لو دخلت كوارتر فاينل سيمي فاينل هبقى في قمه السعاده، لكن لو طلعت برده بره دور 16 بره الملحق هبقى متضايق، بس اقول لك يعني خلاص الدنيا ماشيه بشكل كويس، في تقدم عن السنه اللي فاتت، بشرط ان احنا نتاهل للتشامبيونز ليج السنه اللي جايه. ولكن الغير مقبول تماما ان انت ما تاهلش من اول الفرق، حتى ما تروحش الملحق، ده هتبقى ساعتها كارثه وفضيحه، واشك ان ده هيحصل بصراحه. الماتش اللي جاي عندنا في الشامبيونز ليج هيبقى قدام بنفيكا، ماتش مهم جدا جدا جدا. غالبا بنفيكا يا جماعه طردوا المدرب بتاعهم، وغالبا رايحين يجيبوا جوزيه مورينيو، فغالبا لو ده حصل فعلا جوزيه مورينيو هيلعب اول ماتش ليه في الشامبيونز ليج من فتره كبيره قدامنا في السانفورد بريدج. بس ايا كان جوزيه مورينيو جه ما جاش، بنفيكا في حاله مزريه، واعتقد ان احنا نقدر ان احنا نكسبهم. اللي انا قلقان منه شويه بس ان انت اتعادلت قدام برينتفورد في اخر ثانيه، الموضوع ما كانش شكله ألذ حاجه في اخر ماتش في البريمير ليج. دلوقتي بتخسر قدام بايرن ميونخ 3-1. الماتش اللي جاي عندك قدام مانشستر يونايتد في مانشستر يونايتد، برضو نادي مترنح بشكل كبير جدا، فهل اللعيبه هتقف ورا المدرب وهتساعده ان هو يكسب الماتش بتاعهم قدام تشيلسي ولا لا؟ دي حاجه مقلقاني شويه مانشستر يونايتد، رغم ان هم مش في احسن فورمه، بس برضو ما تعرفش ممكن يفوق عليك انت عادي جدا. فخايف ان احنا نخسر قدام مانشستر يونايتد او حتى نتعادل. انا لازم نكسب الماتش ده، بس لو خسرنا او تعادلنا فانت كده 3 ماتشات ورا بعض نتائج سيئه. خايف بس الشك والثقه تتهز عند اللعيبه، دي اللي مقلقاني. غير كده لو قدرنا نكسب مانشستر يونايتد انا شايف ان احنا نقدر نكسب بنفيكا في الشامبيونز ليج، وحتى عندنا ماتش في الكاراباو كاب اعتقد ان هو ماتش سهل قوي، هيلعب بالدكه اساسا وهنقدر ان احنا نعدي فيه ونرجع تاني. يعني انا زي ما قلت لكم انا في بدايه الموسم انا كنت عارف ان احنا ولا هنقدر نكسب تشامبيونز ليج ولا هنقدر نكسب دوري، دي مش فرقه جاهزه لسه ان هي تعمل الكلام ده، ولكن كنت اتمنى على الاقل ان احنا نطول على قد ما نقدر في الشامبيونز ليج، وبرده نطول في المنافسه على قد ما نقدر في الدوري الانجليزي، وما زلت شايف ان ده ممكن على فكره. اخر سؤال برده كاتبه في النوتس عندي بس نسيت اتكلم فيها، فين استيفاو يا جماعه؟ يعني استيفاو بدا الموسم بشكل كويس جدا جدا معانا، انا مش عايز احس ان اما استيفاو يا اما بالمر، لا عادي ممكن تلعب الاثنين، مش حتى لو مش تبدا باستيفاو اساسي، بس انت مثلا والنتيجه 2-1 بدا الشوط الثاني وواضح جدا ان انت مش قادر تعمل اي خطوره على الفرقه اللي قدامك، نزل استيفاو بحيث ان انت على الاقل تستغل الكاونتر اتاكس. مش عارف تمسك الكوره قدام بايرن ميونخ تمام، بس تحسهم ان انت دايما قادر انت تلدعهم في اي لحظه. لو قطعنا الكوره والكوره معانا تقدر ان انت ترميها قدام، عندك سرعات زي استيفاو وبيدرو نيتو، بغض النظر ان بيدرو نيتو كان تعبان النهارده، بس انا قصدي كفكره نفسها، وتدخل بالمر اكتر في نص الملعب. انا عارف ان ده هياثر على الضغط بتاعك وسيطره نص الملعب وكل الكلام ده، بس برضه كنت لازم تاخد شويه ريسكات، لان انت كده كده وانت بتلعب انزو وبالمر وناحيه اليمين هو جوستو هو اللي منطلق، وبتلعب ريس جيمس وكايسيدو، ما كنتش عارف تسيطر على نص الملعب وخصوصا في الشوط الثاني، فخد شويه ريسكات، جرب حاجه. بس كده ده كان كل الكلام اللي عندي على الماتش، كلام حلقه طويله شويه انا عارف، بس يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تقولوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم عن الماتش، كنتوا شايفين في لعيبه معينه ادت بشكل كويس او لا، يعني عموما قولوا لي ارائكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، الحاجات دي حقيقي بتساعد وبتحمس الواحد ان هو يكمل. شكرا جدا للمتابعه، اشوفكم الحلقه اللي جايه، كان معاكم عمر حسين، سلام.